كده هيقع هيروح مننا فين؟ ما ان شاء الله، بس الموضوع كده بيطول، وبعدين دول ولاد ناس يعني، الضحايا دول يعني. والله يا خالي احنا بنعمل تحرياتنا الاول والاخر، ورجالتي طبعا منتشرين في كل حته وبيعملوا تحرياتهم وبيجيبوا لي، وعندي 2 امناء سريين بيجيبوا لي التحريات اول باول. هو ده مجنون ده ولا ايه؟ ولا مجنون ليزا؟ كل حد يتقدم لها يتقتل. الموضوع مش طبيعي. عزرائيل بيجي ياخد. احنا ما بنقولش عزرائيل ولا حاجه، احنا دلوقتي بنقول ازاي ده موجود في المجتمع، الشخصيه دي ازاي موجوده في المجتمع، فطبعا ده شغلك. طب والشخصيه دي بناء على ايه؟ هو يعني كل اللي يتقدم يموت. هو ده بتبقى غريزه، ممكن راجل مجرم اكيد دي غريزه فيه، احنا مش هنقدر طبعا طب واشمعنى اللي بيخطب ليزا؟ في بنات كتير. معلش برضه ما نقدرش نقول اشمعنى، ما نقولش لا، اشمعنى. يبقى في سر سعادتك. ما هو السر اقنعني. بقى، السر هنا بقى اللي يحصل فيه ايه بقى؟ السر هنا مش بايدي انا، لا، بايد الشرطه دلوقتي، هي اللي تتحرى عنه، تقدر تعمل كل مجهوداتها بحيث ان هي تبحث عن الجريمه. اذا كانت شاكه في اي انسان او في اي حد هيبان الرؤيه، لان دي حاجه بقى يعني لو هتنتشر في المجتمع انا برفضها كمان. واحنا بنبذل اقصى جهدنا في القبض عليه. انا اتمنى هذا ان انتوا يعني معلش يعني تشدوا شويه في الموضوع ده، لان طبعا بناتنا يعني مش هينين علينا يعني، واللي بيتعمل في بنتي او في غير بنتي كلهم بناتنا ودول ولادنا، فاحنا لازم نحافظ عليهم. فرجائي ان انتوا فعلا تخلي بالك من شغلك كويس جدا. معلش يمكن انا الكلام ده احيانا بقوله لك مش بصفه ان انا خالك، لا، او بصفه ان انا اي حاجه، كمواطن وكأب بيحافظ على بنته وابناء الاجيال اللي احنا موجودين معاها حاليا. يا فندم، هي التحريات وصلت لايه؟ الناس دي ذنبها ما هو ايه؟ دلوقتي مش في يوم وليله، دلوقتي ما هو دلوقتي الظابط بيقول لك ايه، مش في يوم وليله، ان هو دلوقتي هيقوم بالتحريات في يوم وليله، والتحريات عمرها ما بتكون في يوم وليله. ليه؟ ما هو ممكن المجرم بيكون احيانا موجود معاك بس ما تعرفوش هو فين، او محيط بالجريمه. الله، فهم طبعا ده شغلهم. وبعدين هو دلوقتي الظابط بيقول لي ايه؟ انا دلوقتي عامل طقم موجود باستمراريه في تحريات عليه، وطالما عمل التحريات بتاعته اكيد هتطلع بنتائج. يا فندم، كلمة التحريات عليه يبقى عرفوا الهدف، لكن كده ما وصلوش لهدف. أكيد ذنب ايه هيوصلوا. الناس اللي بتموت دي يا فندم؟ مفيش أكيد. حاجه بتيجي مستعجله. لا. لازم كل حاجه بتاخد وقتها. بعدين الناس اللي انا مشغلهم